ليه في التهابات هنا في الجسم عند اغلب الستات. مجرد انك تفهمي الاسباب اللي هتعرفك ازاي تتخلصي من الالتهابات في جسمك، وزنك الزياده والدهون المتخزنه في جسمك ببساطه جدا هتنزل في وقت قصير وبشكل طبيعي جدا. هنا بقى عشان نفهم الالتهابات تروح ازاي من الجسم وايه سببها، اول حاجه الكورتيزول العالي بيجي من ستريس عالي، توتر شديد، وزياده ضربات القلب. الناس اللي بتشرب قهوه بالذات على الريق كل ده يعلي الكورتيزول. لما الكورتيزول بيعلى ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندك الهضم ضعيف، فتلاقي حركه الامعاء هنا ضعيفه جدا او مش ماشيه مظبوط، فبالتالي في مشاكل في المعده. طيب لما بتستمر حركه الهضم مش مظبوطه وحركه الامعاء مش مظبوطه، بيحصل تخمر لفترات طويله ومشاكل في الهضم والتهابات في المعده، يبتدي ده يؤدي او يوصلنا لحاجه اسمها الليكي جات او ارتشاح الامعاء. هنا بقى لما بيجي لك ارتشاح امعاء يحصل ايه؟ بطنك بيبقى شكلها كبير على طول ومنفوخ، بيحصل انتفاخ مزمن، بيحصل دايما عندك يا اما دايريه واسهال يا اما كونستيبيشن وامساك شديد. بالتالي هنا لما بيحصل الحاجات دي كلها بتلاقي دايما على الميزان وزنك زايد، ومهما عملت دايت مش بتخسي. في وجود الارتشاح الامعاء ايه اللي بيحصل؟ شبه يبقى مش موجود، حرق الدهون عندك يبقى شبه معدوم او مش موجود، وهنا خلل الهضم والتمثيل الغذائي انه يقل، يبتدي يعمل معاه خلل في الهرمونات، وده يعمل بدوره ايه؟ يبتدي جسمك يخزن دهون في المنطقه بتاعه البطن وبتاعه الجناب، تلاقي بطنك دايما ما بتنزلش مهما عملت دايت. ايه حل مشكله التهابات الجسم دي؟ اول حاجه ان انا اجيبها من المصدر الاساسي، وهو انزل الكورتيزول، اخلي الكورتيزول ما يعلاش. اول حاجه وده الكنز اللي المفروض كل الناس تعمله، تمارين التنفس. تاني حاجه المشي 10 دقايق بعد الاكل. تالت حاجه مهمه جدا للستات، اكل السمك ده عشان اوميجا 3، وعشان نسبه الكالسيوم والفوسفور في السمك مهمه جدا، وعشان الغده الدرقيه وحرق في الجسم مهمه جدا. تاني حاجه التعرض للشمس، فيتامين د ده مهم جدا للتعرض للشمس. الحاجه الرابعه بقى والمهمه، تمشي على دايت مضاد للالتهابات. ده برنامج من برامج التغذيه اللي احنا بنعملها في البرنامج الكبير لتقليل الالتهابات في الجسم. احنا عاملين برنامج انتي انفلاماتوري مخصوص، عاملين فيه برنامج للتغذيه وبرنامج تمارين وتمارين تنفس. اكتبي لي تحت في الكومنتات كلمه التهابات وهبعت لك طريقه التواصل والاشتراك.